واكيد انا وحشتها والنبي بقى حد. الله طلع حلو قوي. اما لو شفت اليخت وصف العربيات اللي عندي. فيديو جديد وبنينا دلوقتي فصل الصيف. احنا عارفين الناس مستنيه الصيف ليه؟ اكيد مش عشان كاس العالم ولا نهائي دوري ابطال اوروبا، لكن في مصر هنا الصيف بنستناه عشان الترندات بتاعه الساحل الشمالي وكميه الفلوس والمليارات والفيديوهات بتاعت بتصرف كام في اليوم في الساحل وبتاكل ايه من الساحل، وازازه الميه ب 600 جنيه بقت بكام دلوقتي. فبدون كلام كتير، دي القناه بتاعت الفلوجات، دي القناه بتاعت الجيمنج داخله على 12000، ودي قناه الجيمنج الثانيه داخله على 2000. فلايك فولو واشتراك، ولا بنبدا على طول اغرب فيديوهات الساحل الشمالي في 2026. بس لو شايف بفضل الفها زي ما انت شايف نروح اي حته، بنخلص بروح اغير وبعدين يعني مش دي عربيه باتمان كانت موجوده على بلاي ستيشن 1. المهم يعني نكمل. انزل مع اصحابي بالليل نروح بقى زي ما انت شايف نروح اي حته بقى. وبتصرف كام مثلا كده في اليوم؟ بص انا ما بصرفش، انا بفضل الف بالبتاع دي، بحطها بنزين بقى على حسب، ممكن 4000 جنيه 5000 جنيه. بيحط لها بنزين بمرتب واحد شغال في الحكومه. الله طلع حلو قوي. اما لو شفت اليخت وصف العربيات اللي عندي. ماشي، انا هفهمكم حته بس الاول. الفيديوهات دي عشان تطلع ترند لازم يقولوا كلام، يعني بيرموا هوك كده في الفيديو: عندي يخت، عندي طياره بتطير، عندي سفينه فضاء، ويقفل لك الفيديو على كده. بس في ناس كتير قوي صورت مع الشخص اللي بيصور ده، ولا ان هو اوقات بيكون متفق معاهم على الحوار اللي بيقولوه، وفي ناس بتاخد مبلغ مقابل الموضوع ده، مقابل انه يطلع في فيديو مثلا بتاخد 500 جنيه او 1000 جنيه. فالفيديوهات دي ما هي الا اثاره جدل وترند، و99% منها فيديوهات كلها فيك مزيفه، فمحدش يصدقها، فهي معموله للترفيه مش اكتر. مين ده؟ اسمه قاضي. مسج القاضي. طيب يا عم اقول له مسج ليه؟ ما هو قاعد هناك. هو ده؟ طب تعال، انت قاضي؟ انا رياضي صح؟ الراجل ده بيشكر فيك جدا، بيقول انت مدلعه هنا. يعني اصحابي لازم ادلعهم. بقالك قد ايه في مراسي؟ لا بقالي كتير، انا اصلا بطاقتي مراسي يعني. طاقتك مراسي؟ مسجلها على مراسي. ويا بخته اللي صاحبه قاضي الصراحه، واونر في الساحل الشمالي كمان، فممكن يروح اي وقت في السنه عادي. يعني انت كانك في فتره عايش هنا؟ انا عايش هنا على طول. قبل كده؟ سويتها تحفه. لا ده هي معايا على طول. هي اللي سايبها هنا 11 اعتقد. سوقتها قبل كده؟ سويتها تحفه. لا ده هي ثانيه، هو بيقولوا عربيه اسمها 911. انا عاوز اعرف 911 دي شكلها عامل ازاي. هي دي شكلها غريب ومريب في نفس الوقت، شبه العربيات اللي موجوده في جاتا. معايا على طول. انت النهارده بالليل هتعمل نكلم تيا وسلمى بقى نشوفهم فين. لا انا بستثقل دم سلمى الصراحه، انا كده مش شفتوا قلت لكم من شويه الفيديوهات كلها عباره عن هوكات عشان تطلع ترند فقط لا غير، يعني بيحاول يرمي بيها اي كلمه او اي جمله تطلعه ترند. فبيستثقل دم سلمى، لا هنكلم تاني. المهم انتوا فهمتوا الليله ماشيه ازاي. يا جماعه. مارينا 5 نورث كوست. مارينا 5. تمام، الدنيا حلوه، الميه حلوه، السماء حلوه، الناس مبسوطه في البحر. هي قلبت بلطيم بس ده بقى نوعيه الناس بقى اللي مش تبقى الناس اللي من المحافظات ده تانية تيجي الساحل، فيبدا يقول لك ده قلبت بلطيم، قلبت بورسعيد، راس البر والجو ده، خد بعضك وروح احنا مش عاجباك وسيب الناس تنبسط. في بقى نوعيه الفيديوهات دي انا بحس انها كرنج ليفل التنين المجنح، اللي البنات اللي بتطلع تتكلم انجلش بس بالاكسنت المصري، مش الاكسنت يا جدعان عشان تفهموا، الاكسنت المصري بتوع ايجيبت اللي هم اللغه بتاعتهم بتبقى مستفزه قوي 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 قوي. Egypt بجد احلى حاجه. swim وبجد it doesn't matter where you are في الساحل، the بحر is amazing and just swim وبجد. حد خد باله بتقول له بتقول ذا بحر، ذا بحر يعني مش ذا سي، بيدخلوا العربي مع الانجليزي. ماشي اوكي. تخيل بقى لما تكون طالع مع جروب مع اصحابك كده وتسهروا طول اليوم وتطبقوا اليوم اللي بعده. هو البحر محتاج صحوبيه بالذات لما يكون فاضي كده. احنا مطبقين من امبارح الساعه دلوقتي 8 الصبح وقررنا نروح البحر. الدنيا فاضيه. باين ان احنا في صوفي ولا باين اكتر؟ البركه دي كانت في نص الشط بس كان شكلها تحفه. البركه بتاعي على ليك شويه صح؟ مشينا بقى من البحر وفي الطريق سلمى درجاتها طلعت يا جدعان. زوما طبخ لنا. رمضان صبحي وعبد الله السعيد بقى كانوا في الكابين اللي جنب. اوكي، يعني في لعبه من الكوره، شافوا لعيبه كوره في الشاليه اللي جنبهم او الكابين اللي جنبهم، بس تمام ماشي. Anyway, the food was okay, it wasn't bad. يعني بالاخر نحنا بالبحر بس الاجواء كانوا كتير حلوين. كان في مغني عربي اسمه جو. هو اي حد بيعمل يعني اي حد اجنبي بيعمل دعايه لاي مكان سياحي في مصر فشكرا، مش هقول لك غير ميرسي. هو شكلهم لبنانيين تقريبا، فربنا يحفظ لبنان من اللي بيحصل دلوقتي، بينهي الحرب عندهم يا رب ان شاء الله، وترجع الدوله امان سليمه ان شاء الله. انا بقى عاوز اوجه رساله لوزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، واي وزاره فيها شرطه وجيش في مصر: امنعوا دخول السرسجيه اي مكان يعني عشان هم بيروحوا عشان يعملوا فيديوهات التيك توك الغريبه دي. يا حبيبتي وحشتيني. شباب ثالث ثانوي شدوا حيلكوا، انا في الساحل اهو، تقريبا هو ساب التعليم وهرب تقريبا. شدوا حيلكوا انا في الساحل اهو.
واكيد انا وحشتني. يعني ايه الحركات الغبيه دي؟ يعني هل كده هو فاكر نفسه ان هو سوبرمان مثلا؟ هل كده هو فاكر ان هو شطشط وحراق مثلا يعني ولا ايه؟ تاني كده ثانيه. وحشه واكيد انا وحشتها والنبي ما حد يقول لها. ايه الغباء ده يا جدع؟ يعني والله العظيم العيال السرسجيه دي والاندر ايدج والتسريح اللي بيعملوها دي غبيه غبيه بمعنى الكلمه. تلاقي عربي كده الباشا بقى ده وراه رولز رويس، فهو متضايق ان في ازاي يكون في رولز رويس موجوده هنا وبقيه العربيات التانيه اللي قدامه دي عربيات بقى اللي هي كيا، مرسيدس، هيونداي، الحاجات دي. فهو طبعا الفيديو بتاعه عاوز يعمله عشان يطلع ترند فقط لا غير. بس تعالوا نشوف كده. عربيه ب 17 18 مليون جنيه وراكن في الجراج الفي اي بي، وتخرج تلاقي عربي كده بكل ثقه بكل ثقه واقفين جنب. ما هو السؤال ايه اللي مضايقك اصلا؟ يعني ايه اللي مضايقك؟ مفيش حاجه تضايقك، كل واحد جايب عربيته عادي. مش عاجبك سيب المكان وروح اركن، اشتري لك جراج نص مليون. هنغير ونلبس بوركيني فاسو. دي بقى الخناقات اللي بتاعت كل سنه، المايوهات البيكيني ولا البوركيني. انا ما اعرفش ايه ده وما اعرفش ايه ده، بس تعالوا شوفوا الاخت دي بتقول ايه برضه. هنغير ونلبس بوركيني فاسو اقسم. انا مش عارف المفروض اضحك ولا اعمل بلوك للاكونت ده ولا ايه، مش عارف. باكل الرمله. نجيب شويه رمله. يخرب بيت كده، ده بجد حاطط الرمله في بقها، يخرب بيت كده. كلام بقى لو شفتها كده تحط عليها شويه رمله. هو غباء عامة يعني. هي هو ترند وكل حاجة، ممكن في الآخر ده ما يطلعش رمل، يكون هي مش مصورة الرمل حتى، تكون توابل بس لونها نفس اللون بتاع الرمل. ده بس في الساحل مجانين والله العظيم. في شاركس. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، الحقونا، في شاركس، الحقونا. اللي قلنا قبل كده يا ريت المجانين يفضلوا في بيوتهم. انا اكتر حاجه بحبها في الساحل ان انا اقعد اتهنى الصراحه. هما بيتكلموا كده ليه؟ يعني ايه طريقة الكلام دي؟ اكتر حاجه بحبها في الساحل ان انا اقعد اتهنى الصراحه. اعرف بيكو؟ مريم. منى. مصطفى. مريم. ايه احلى بحر بتحبه في الساحل؟ سيشل. صوفي اللي في مريم. انا بقضي هنا في صوفي. وانا بحب حسين دواي. لافيستا كاسكادا. نختم بقى بالراجل الطيب ده. يعني اسمه 30 جنيه، مفيش القصص بتاعت الميه ب 100 جنيه وقله الادب. ما المشكله ان الميه دي بتتباع بره ب 6 جنيه، فكون ان هو يبيع لك ب 30 ده اسمه استغلال برضه. بس دلوقتي هنا ده المقطع هيكون خلص ان شاء الله. لو في مقاطع ثانيه في الساحل ثانيه على تيك توك او يوتيوب ظهرت هبقى اسجلها وانزلها هنا على الشانل، فتنساش تعمل لايك، اعمل فولو، اعمل سبسكرايب واشترك في القناه. لينكات الانستجرام وتيك توك هسيبها في الكومنت المتثبت وفي الوصف. مش تعمل برضه اشتراك في قناه الجيمنج دي كمان، والقناه الرئيسيه بتاعت الفلوجات والرياكت والكلام ده كله. مستني الدعم بتاعكم ان شاء الله. يلا سلام.